السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الجوزاء حبايب قلبي، صفوا النية كده، تفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا حبايبي. وطبعا تقدير التعب كده، لايك للفيديو، طبعا اشتراك وشير كتير ولايكات اكتر، ده فضل منكم مش امر. كمان حبايب قلبي، آم ننزل نكتب كومنتات، تصلي على الحبيب، نستغفر. الاستغفار يا حبايبي بغير أقدار من حل الأفضل، ولا يعلم الغيب إلا الله، محمد رسول الله. انت ما شاء الله انت عندك فوز في علاقة، في ارتباط، فوز في حاجة حلوة في حياتك، وفي نفس الوقت عندك استرجاع حقك او استرجاع حقوقك، او عندك شخص من الماضي وهيكلمك وهيكون ناوي معاك بحاجة حلوة. وبسبب الضغط النفسي ده انت ملكش نفس ان انت تتكلم مع حد. الفترة دي بتعدي عليك وهي تقيلة على قلبك، دايما بتعيط، مخنوق، بالك مشغول، وطاقة التفكير عندك كمان بإذن الله. في الطاقة العامة هتقدر ان انت هترتب الحسابات بتاعتك. لا اله الا الله. كمان عندك طاقة التفكير، وطاقة التفكير انت عايز تطلع، تعترف بمشاعرك، عايز تطلع اللي جواك، عايز تطلع من اللي انت فيه، عايز تواجه. في حاجات كتير انت عايز تعملها بس مش عارف توصل ازاي او تبدأ ازاي. كل اللي عليك ان انت ساكت ومش عارف تعبر عن اللي جواك، رغم ان انت قلبك مقفول، بس عندك علاقة حب وحلوة. وفي حاجة كمان انت الفترة دي، ان انت عندك خيانة دي موجودة في حياتك، يا اما حد بيخونك او انت اللي بتخون حد. في حد بيوصل الشريك كلام عليك، فخلي بالك. في حد عايز يخرب بيتك وبيوصل كلام عنك عليك، بيقول له كلام كده، فياريت تخلي بالك، ويا ريت تخلي بالك وتطلع من اي طاقة سلبية. انت بتحاول تحل حاجات كتيرة في حياتك، وبتحاول تاخد خطوة لخطوتك قدام. اطلع من الطاقات السلبية، في عندك تقدم وراحة البال، في طريق انت هتمشيه الفترة الجاية وهيكون خير ليك. في عندك موضوع شاغل بالك الفترة دي، هيرجع يتفتح لك تاني، وهترجع ترتب امورك من تاني، وهتحط النقط على الحروف. العاطفة هتبقى عندك حلوة الفترة الجاية، عشان يكون عندك انفراجات بخصوص قضية او بشارة حلوة بحاجات معينة. انت الفترة دي مركز على الماديات، وحلمك هيتحقق، عشان عندك شخص هيبدأ يعيد الحكايات في قلبك تاني، وهيغير نفسيتك في الحياة، وهتعيد نظريتك في الحاجات، وده بفضل ربنا عليك. لا إله إلا الله. انت في برج الثور مش سايبك في حالك، بيراقبك من جميع الاتجاهات. حاول تخلي بالك، انت الفترة دي بتحاول تهدي من نفسك وتاخد فترة الراحة، بتحاول تنظم حساباتك، تنظم امورك، لان انت حاسس ان انت متخيل ومظلوم. في عندك استلام اوراق الفترة الجاية وفيها امضاء كمان حلوة. في عندك حسد، والحسد ده موجود ومرشوقة في حياتك ومسايباك في حياتك. في كمان انت الفترة دي بتمر بالارهاق والتعب، وحاسس ان انت حياتك متكتفة. في عندك رسالة جايلك والفترة الجاية دي بإذن الله، خلي بالك ولازم تستغل امورك الفترة الجاية. لا اله الا الله محمد رسول الله. في عندك في تقدم. ليه دي اول خنقة دي؟ انت دايما حريص ان انت تزعل حد منك، دايما ما بتحبش حد يزعل منك. عندك رجوع مع برج الحوت والعذراء والجد الفترة الجاية، وهجيلك بشرط الخير. بيقولوا عليك ان انت متسرع وعصبي، انت عصبي بسبب اللي انت شفته في حياتك واللي عدى عليك، حاسس باللخبطة، حاسس ان جواك حاجات كتيرة بس انت مش عارف تفسرها.
في علاقة انت فيها وخايف منها وقلقان ومش مستقر، حاسس ان مفيش حاجة مترتبة. الايام دي انت بتعيد حساباتك وبتحط النقط على الحروف، بس بالك مشغول وخايف، عندك حالة رعب، خايف ان انت يعني من كتر خوفك عشان مفيش حاجة بتكملكش. انت خايف المواضيع ما تكملش رغم ان انت عندك فيه تفاؤل وعندك فيه رزق. بس انت حاول تهدي نفسك وتحاول تعدي اعصابك. اللي انت مستحمله محدش يستحمله في حياته، انت هيكون عندك جزء من ظلمك، هيكون عندك تغيير جذري، عندك رسالة من عند ربنا الفترة الجاية. وإن شاء الله بإذن الله رسالتك دي هتكون رسالة من نصيبك، الرسالة بإذن الله. لا إله إلا الله. انت بالك مشغول ومش مرتاح، بس مرتاح بسبب النقل والكيل والقال عليك، حاسس ان انت لوحدك، حاسس ان انت عايش لوحدك، عندك حاسس يعني عندك ملل، حاسس دايما بالملل، نفسك تطلع من الروتين اللي انت فيه، بس مش عارف تطلع منه ازاي، ولا تبدأ بايه، ولا تعمل ايه. حاسس ان مفيش حاجة عندك بتكملها، بس العين موجودة عندك ورشقالك. عندك في مقابلة مع شخص الفترة الجاية، ودي هتكون وش السعد عليك، هيكون عندك امور حلوة. مش كده وبس، انت بتهيألك ان انت عايز تسافر، عايز تمشي من الواقع اللي انت فيه. ليه؟ بسبب الغدر اللي انت شفته من اقرب الناس ليك، من دمك ولحمك، من دمك ولحمك، مركز عليك ومش سايبك في حالك. امال الغريب يعمل ايه؟ في عندك خطوة سريعة وهتخطيها الفترة الجاية، وعندك بشرة حلوة وهتفرح قلبك من جديد، وهتبدأ تعيد حساباتك وهتبدأ تنظم أمورك. بس انت تحاول تهدى، ما تتضايقش. عندكم في مناسبة حلوة، عندكم فرحة حلوة وانطلاقة وأحداث. عارفين انتوا ناقصينكوا ايه؟ ناقصك ان حد يخش في حياتك، ان هو يحسسك بالامان، يحسسك بالراحة. عندك مشاكل كتيرة واسئلة كتيرة، بتقول يا رب ليه بيحصل لي كده؟ انا بتعامل بنية صافية. ما هي دي مشكلتك، مشكلتك ان انت بتحمل حاجات محدش يستحملها، وبتقف جنب كل الناس وما بتضغطش على حد. بالعكس انت بتيجي على نفسك وبتستحمل كلام ممكن يتعبك، بتستحمل حاجات محدش يستحملها. وعشان كده انا بقول لك خلي بالك من الناس حواليك، بيستغلوك، بس انت بطيبة قلبك ما بتعرفش تفسر بين اللئيم والخبيث. انت وثقت في ناس خربت بيتك واملك، بس ربنا هيعوضك خير عن كل اللي فاتك. في كمان عندك تليفون، والتليفون ده هيكون حلو وهتتكلم فيه في حاجات حلوة، فخلي بالك لان انت عندك طاقة ايجابية. انت هتاخد حقك بايدك في حاجة معينة شاغلة بالك الفترة ديت. انت حياتك هتتقلب، وجع القلب ده هتطلع منه، وهتخش في فترة حلوة. وهيجيلك الشخص الندمان والحزين هيقولك آسف، والقرار طبعا هيكون في ايدك انت. انت اللي هتقرر تكمل ولا تبعد، وهدفك قدامك، وهيكون عندك تواصل مع شخص هيديك الأمان من جديد، واللي فات هتنسيه، وهترجع تعيد الثقة في نفسك، وهتتفتح لك أبواب كتيرة، وكل حاجة هتكون واضحة قدامك، وهتاخد قرار يخص حياتك الفترة الجاية. لا إله إلا الله الرسول. للمنفصلين عندكم طاقة إيجابية، طاقة رجوع. يا ترى انتوا عايزين ترجعوا؟ يا ترى مين اللي شاغل بالك ومركز على حياتك؟ مالكوا؟ مالكوا فيكوا ايه؟ متضايقين ليه؟ انت تفكيرك بطريقة سلبي، بتفكر في الشغل، بتفكر في الخبر الحلو، بتفكر في الحاجة اللي محيراك تخص امورك المادية. مصاريفك زادت الفترة ديت، في حاجات مش واضحة ليك. عندك شخص كنت مديله الأمان وهز الثقة دي، بس ما تقلقش، عندك رضا الفترة الجاية. اصبر على أذاك وشوف ربنا هيعوضك ازاي. في حد بيحبك، بيحبك أوي، وهيكلمك، وهيكون في عندك دعم. في كمان عندك في انطلاقة. بالنسبة للبنات، ما تديش حد المساحة، ما تكبريش حد، ما تكبريش حد
عشان ما تتضايقيش. عندكم فيه هدوء وراحة ومناسبة، انتوا مستنيين الفترة دي تخلص لان حاسين انها تقيلة عليكم بسبب الخيانات والغدر اللي انتوا عشتوا في الفترة اللي فاتت. عايز حاجات كتيرة ومش عارف توصل لها بسبب ان انت خاب ظنك في ناس كتيرة الفترة ديت. انت مستني خطوة، والخطوة دي حلوة، حاول ان انت تستغلها. انت عينيك مقفولة في حاجات انت مش عارف تستغلها ولا تبدأ فيها، عشان كده عندك راحة بال الفترة الجاية. انت مريت بالأزمة الفترة اللي فاتت وكنت مخنوق متضايق، حان الوقت ان انت تفرح، حان ان انت تبص لنفسك، خش في طاقة إيجابية. الناس اللي عشته كان ليميت وقعت وقامت تاني، محدش هيبيع على مرة واحدة. انت ناوي تطلع السلم وفعلا هتطلع السلم وهتطلعوا بالخير بإذن الله. هتطلعوا ازاي وانت حزين ومتضايق؟ انت بتكره الوضع، بكره الوضع اللي انت فيه وبطريقة قوية بسبب الخلافات اللي حصلت بينك وبين من تحب. ظلموك وكسروا بنفسك وعملوا لك ركود لدرجة ان انت انسحبت من حياتك وما بقاش ليك نفس ان انت تصاحب وتتكلم. كل ده ليه؟ انت كنت طيب وجدع، انت معروف عليك بالحنية والاخلاص وطيبة القلب، معروف عنك ان انت بتحب الامور، بتحب الحياة البسيطة. بس عندك في ناس صامدة في حياتك، في شخص غامض في حياتك تعبك نفسيا. في خلال اسبوع هيكون عندكم خبر حلو وهيعوضكوا على اللي انتوا شفتوه. بس خلي بالكم من المقربين حواليكوا، دول اللي بيحزنكوا على ابسط الامور اللي في حياتك. معرفوش انتوا تعبانين ازاي في حياتكم. وضعك الفترة دي متلخبط بسبب الكلام اللي بيتقال عليك وبسبب الناس اللي مركزة في حياتك ومسايبينك في حالك، وعشان كده انت قلقان، حاسس ان انت حزين. الورق اللي انت بالك مشغول بيه هيتمضي الايام الجاية، او الحاجة اللي انت بتتمناها هتحصل. في حد واقف ضدك، خلي بالك منه، لان انت هتكتشف كذبته وهتطلعه برا حياتك وهترميه برا. انت هتعمل حدود جديدة كل من اذاك وعداك. انت قلبك مطمن لان انت عارف ان ربنا هيرضيك، وعارف ان ربنا بياخد منك حاجة وبيديك حاجة افضل، بيديك الخير والرزق. معروف عنك ان انت من كتر طيبة قلبك بتشوف مشاكل كتير، بس انت عندك الفرحة الحلوة وصداقة بينك وبين شخص. هتخش في علاقة الحب، في كمان عندكم انطلاقة جديدة، فترة خير وفترة انطلاقة حلوة. بس خلي بالك من تركيز ناس لابسين لبس الملايكة، عاملين ان هم حبايب ويقربوك، بس هم لو طالوا انهم ياكلوا لحمك هياكلوه. دول مش هيتوصف. لازم تاخد بالك وتاخد بالك وتنتبه كويس عن كل من أذاك وكل من ظلمك. الغدر والخيانة موجودين في حياتك في كل إنسان، بس في غدر وخيانة بيكون زيادة، فلازم تهدي من نفسك. عندك كمان، عندك في حروف حرف الألف وحرف السين وحرف الواو وحرف الميم، الحروف دي أذتك ودي مش سايباك في حالك، وعايزينك ومش سايبينك في حالك، بيتكلموا عليك وكسرين نفسك. حاول تعبر عن نفسك وعن حبك. لو انت بتحب حد عبر عن حبك، ما تكتمش عشان ما تندمش. انت معروف عندك اللي انت بتحس بيه بتحكيه، بس حياتك العاطفية اللي انت شفته ما بقيتش تتكلم ولا بقيت تعبر، بدأت تسكت. بدأت سكوتك ده بيوجعك، السكوت ده بيألمك. أن تقول أنا أسكت بدل ما أعيش في خيبة الأمل وفي ما هي كمان مشاكل. أنت بتفضل السكوت ولا إن أنت تصدم من أقرب الناس ليك، أو إن أنت قلبك يوجعك؟ أنت عندك الفترة الجاية دي فترة راحة وفترة تغيير، بس حاول تهدي من نفسك. عشان ما انت تهدي أعصابك ونفسك هتخش في طاقة الراحة
وفترة تغييرات جذرية في حياتك، فخلي بالك. انت عندك الحسد والسحر، وده اللي عطل فرحتك ودمر حياتك، وبتحس بالاكتئاب والحزن على طول، ده بسبب السحر. عندك تساقط شعر، وبتعاني من حاجات كتيرة في جسمك، بس دايما بتقول الحمد لله، دايما بتحمد ربنا. انت معمول لك سحر ببعض العراقيل، عندك قلق وخوف، عندك توتر، حيرة، ناوي على شراء حاجات كتيرة الفترة الجاية وانت هتجيبها. عندك في تعابين، خلي بالك منهم، في خيانة مش سايبينك في حالك، بس ما تقلقش، ربك كريم، مش هيسيبك في اي اذى، مش هيسيبك في توتر. انت الفترة دي عندك كسل، وكسل قوي، حالة كسل، ما بقاش ليك نفس بسبب الضغوط النفسية اللي تكون موجودة في جسمك، الصداع والألم اللي مش طبيعي، النوم متلخبط من كتر التفكير، وما بتنام بتحلم، والحالة دي مأثرة عليك، ومأثرة على حياتك وعلى أولادك، مأثرة في حاجات كتيرة في حياتك. انت بقيت عصبي، مش مستحمل أي كلمة، مش مستحمل أي حاجة، انت زعلان على نفسك، زعلان على اللي انت قدمته وملقتهوش. كل ما بتقول خلاص هختار شريك حياة، بيطلعوا بالنسبة لك خاينين، ما بتلاقيش تعويض في حياتك. بس ما تقلقش، ربنا هيعوضك وهينجيك وهيديك اللي انت، كل اللي انت عملته. انت حان وقت ان انت تودع احزانك وتشوف امورك اللي هتتفتح قدامك، وده بإذن الله. انت معروف ان انت مؤمن بحياتك، بس بالك مشغول وبتعاني الفترة دي من التوتر والقلق والحيرة، حاسس ان الايام دي تقيلة على قلبك، مش عارف تعدي. الخير جاي قدامك، انت الفترة دي محتاج مجهود، انت نجمك هيلمع من جديد ورزقك هيزيد، هتحس بأوقات فيها خير ورزق، بس انت حاسس ان حد مكتفك وبيراقبك وبيتابعك، ده بسبب الحيرة والتوتر اللي انت فيه. حاول تغير عاداتك، تفكيرك، حاجات كتيرة في حياتك، عشان تخش في فترة راحة والسعادة اللي نفسك فيها. في كمان السحر اللي معمول لك بيلخبط حياتك، بيخليك تشعر بحاجات غريبة. الأيام الجاية دي هيكون عندك تعويض من عند ربنا، انت خسرت حاجات كتيرة جدا، بس الفترة الجاية هيكون عندك تعويض من عند ربنا. في شخص ظلمك من فترة كبيرة، هيبدأ يعيد حساباته، وهيحاول يرجع لك أو يرجع لك حقك، وده هو بإذن الله وبفضل ربنا. في محاولة انت عملتها وفشلت في حياتك، انت محتاج الفترة دي حاجة تدعمك وتطلعك وتديك انطلاقة جديدة، وفعلا هيكون عندك انطلاقة جديدة وحاجة هتدعمك وهتغير من حياتك. الفترة الجاية دي هيكون فترة تثبت وجودك وتثبت نفسك، تثبت نفسك، انت ثبت فيها نفسك، انت متشتكيش غير ربنا، لان انت بتقول الشكوى لغير الله مذلة، ودايما ماشي على المبدأ ده. انت من اطيب الناس، بس حظك قليل ومش لاقيين راحتك، بيسامحوا بيدوا ما بيأذوش وما بيكلموش لحد. فتاه بالذات مهمومة ودايما حظها قليل، كل ما تقول خلاص هانت وتلاقيها أسوأ ما كانت. عندكوا في خير، انتوا بتعانوا من توتر، الحيرة، المشاكل، بس كل ده هياخد فترة معينة، وهتطلعوا من اللي انتوا فيه بإذن الله منصورة، وهيكون عندك تغيير جذري، وربنا بسبب ان هو بيحبك، ده هتلاقيها علامة هتكشف نوايا الناس اللي حواليك، وده هيكون قدام عينك، هيكشف لك وشهم الحقيقي، وهتشوف من وشهم. ربنا هيبعد عنك الناس اللي هي أذتكوا، وده وخصوصا الفتاة، ربنا ياخد لك حقك، وهيكون عندك بشرة سارة، وده بفضل ربنا. الفترة الجاية ما تيأسوش، لو انت رجعت خطوة لورا ما تنساش السهم انه يرجع لورا عشان يرجع ويديك جوه دفع لقدام. فانت لما ترجع خطوة لورا عشان بتشفل، لا، انت بتجهز نفسك لخطوة كبيرة وخطوة جديدة،
وده بيدل ان انت هيكون عندك انطلاقات وعندك تغييرات جذرية الفترة الجاية. بلاش تبقى واثق في اللي حواليك، اكتب اسرارك في جواك وما تتكلمش عن حاجة تخص حياتك. الايام دي خدت منك كتير الحزن والهم، حان وقت ان انت تشوف ناس جديدة وتتعرف على ناس جديدة وتشوف ايه اللي في حياتك. خلي بالك انت بتمر الضغط، مش عايزاك الضغط ده يأثر عليك ولا يتعبك، بالعكس استغل كل حاجة تخش في حياتك وتخش في امور طاقة ايجابية، ابعدها عن هدايتك الكركبة والمشاكل. وده الفيديو بتاعك، هقولكوا السلام عليكم ورحمة